يبدو انه سنة 2011 هي سنة يعني مصرة على اذهالنا بكل الاحداث، سواء كانت احداث من صناعة الانسان او احداث من الطبيعة. بقول لحضراتكم الكلام ده لانه احنا حالا دلوقتي بنتابع مع حضراتكم حدث لم يتكرر من 11 سنة، هو الاطول. هذا هو الخسوف الاطول للقمر، هيستمر لمدة 100 دقيقة. احنا بنتابعه مع حضراتكم على الهواء مباشرة من مرصد حلوان، وهيفضل معانا علشان كل الناس اللي مش هتقدر تبقى تشوف هذه الظاهرة او تروح مرصد حلوان وتشوفه. من الممكن ادارة الريموت كنترول على شاشة تلفزيون الحياة وبرنامج الحياة اليوم علشان نتابع ظاهرة هي الأطول في عمرها الجغرافي أو الفلكي من 11 سنة ل100 دقيقة. هيكتمل هذا الخسوف للقمر. هنتابعه مع حضراتكم واحنا بنتابع على الهواء، هنتابع لحظة بلحظة واحنا هنتابع مع حضراتكم اخبارنا. هنقول لحضراتكم الخبر واحنا بنبص على الشاشة عشان نتابع هذا المشهد زي ما قلت لحضراتكم الذي يصر عام 2011 على ادهاشنا بكل ظواهر الطبيعة وظواهر صنعها الانسان، سواء في ميدان التحرير او ميادين التحرير المصرية الاخرى. النهارده سلطات الحجر البيطري، رجعنا للأخبار الأرضية، سلطات الحجر البيطري في وزارة الزراعة رفضت 147 شحنة من اللحوم القادمة من الهند، قادمة ووصلت إلى ميناء اسكندرية، وده لأنها مصابة ببكتيريا الساركوزيت، وهي بكتيريا تعد أحد الأمور المخالفة بشكل شديد جدا للاشتراطات البيطرية اللي بتشترط أنه اللحوم تبقى خالية من هذه البكتيريا بنسبة 100%. الكلام ده حصل خلال اجتماع اللجنة اللي شكلها وزير الزراعة برئاسة الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة، وكنا تابعنا مع حضراتكم قبل كده على مدى العام الماضي أيضا الكثير من التفاصيل والأخبار المرتبطة بدخول لحوم غير مطابقة للاستخدام الآدمي للمواني المصرية وللأسواق المصرية. هنرجع مرة تانية للسماء، هنرجع لمتابعة هذه الظاهرة الفلكية بنتابعها مع حضراتكم على الهواء مباشرة. القمر دلوقتي الحركة بتبدو واضحة لأنه كل شوية هتزداد مساحة هذا الخسوف. بيتم نقل المشهد ده من مرصد حلوان على الهواء مباشرة، ومعانا دلوقتي على التليفون الدكتور أنس حسن، أستاذ العلوم الشمسية بمعهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية. برحب بحضرتك معانا يا دكتور. اهلا وسهلا، مرحبا. اهلا بحضرتك. يا ريت حضرتك يعني تشرح لنا كل التفاصيل الممكنه. انا بس قلنا عنوان انه ده هو الخسوف الاطول اللي هيستمر الاطول فتره اللي هي 100 دقيقه. يعني زي ما احنا سمعنا يعني ان الخسوف القمري بدا الساعه 8:23 دقيقه كخسوف جزئي. ايوه. وبعدين هيفضل يتطور ويغطى سطح القمر الى ان يصل الى التغطيه الكامله، بمعنى بدايه الخسوف الكلي للقمر، وده هيكون الساعه 9:22 دقيقه. 9:22 بتوقيت القاهره. الكلي للقمر لحد الساعه 11:03 دقائق. 11:03 يبدا يتحول بعد ذلك الخسوف القمري الكلي إلى خسوف جزئي مرة أخرى، يعني يضاء سطح القمر بالتدريج حتى يصل إلى نهاية الخسوف الجزئي الساعة 12:02 إن شاء الله. فترة الخسوف الكلي حوالي ساعة 41 دقيقة. أما فترة الخسوف من بدايته كخسوف جزئي مرورا بالخسوف الكلي نهاية بالخسوف الجزئي بعد ذلك سوف تكون 3 ساعات و39 دقيقة. كان في معلومة اتنشرت، يا ريت حضرتك لو تقدر توضحها لنا أو تفهمها لنا أكتر، وهي مسألة إنه ده ظرف نادر أو حادثة نادرة لأنها بتحصل في ليلة أو يوم الانقلاب الشتوي. يعني إيه؟ ده قالوا إنه هو الحكاية دي حصلت مرة واحدة بس في القرن ال17. لا، الحقيقة يعني الكلام ده محتاج تعديل الحقيقة يعني. أيوه. الحقيقة في
خسوف في القرن اللي احنا فيه ده سنة 2008 هيحدث في الفترة الزمنية خسوف كلي في الفترة الزمنية بتاعته أكبر من الفترة الزمنية دي. ده سنة كام يا فندم؟ الفترة الزمنية دي للخسوف الكلي ساعة و41 دقيقة. الخسوف الكلي سنة 2018 حقيقة هتكون لسه ما حصلش ساعة وحوالي 43 دقيقة. فمش هو ده الخسوف الأطول يعني. أيوه. الخسوف الأطول زي ما قلنا لحضرتك هيكون إيه؟ هيكون في 2018 سنة 2018 يعني. امتى بيحصل هذا يا فندم؟ امتى بتحصل هذه الظاهرة؟ هل بتحصل بشكل منتظم كل عدد معين من الشهور؟ احنا عندنا متوسط الخسوفات القمرية والكسوفات دايما ابدا بتكون على مدار العام او على مدار عدة اعوام كمتوسط يعني. الكسوفات الشمسية بتكون اكثر في العدد من القمرية. المتوسط العام لما بنيجي ناخد مثلا عدد الكسوفات الشمسية الى عدد الكسوفات القمرية على مدار 100 سنة بيكون حوالي 4 إلى 3 يعني 4 في المتوسط 4 كسوفات شمسية إلى 3 خسوفات قمرية. ده المتوسط العام على مدار 100 سنة يعني هو كل سنة بيحصل كل 3 أشهر تقريبا؟ لا بس مش بالظبط كده يعني. على سبيل المثال السنة اللي احنا فيها دي سنة 2011 كان فيها 6 كسوفات شمسية وخسوفات قمرية. أيوه. السنة اللي جاية سنة 2012 هيكون فيها 4 بس. احنا دايما ابدا بناخد المتوسط على مدار 100 سنة يعني. ايه حكايه دايما يعني مع هذه الظواهر تطلع اشاعات او ناس تقول انه خطر انك تبص وانه خطر انك تتابع؟ ايه حقيقه الكلام ده؟ كلام غير علمي على الاطلاق يعني. ايوه. النظر الى القمر عموما وهو في حاله البدر ضوء القمر ضوء لطيف ضعيف فلا يؤذي العين على الاطلاق. يعني الانسان لو اطال النظر الى القمر لا يحدث اي ايذاء للعين. أيوه. لكن النظر طبعا مباشره الى الشمس هو الذي يحدث منه الايذاء. لكن ضوء القمر نحن نعلم ان القمر يعمل كمرآة عاكسة لضوء الشمس الساقط عليه، وهو لا يعكس كل الضوء الساقط عليه ولكن يعكس 7% فقط من الضوء الساقط عليه. وبالتالي 7% من وليس كل الاشعه الضاره يعني اشعه الهارد يعني ولكن الاشعه السوفت يعني الناعمه. أيوه. او التي لا تضر يعني. فالنظر الى القمر سواء كان بدر او تربيع اول او تربيع اخير او خسوف جزئي او خسوف كلي طبعا لا يضر على الاطلاق. بالعكس نحن نحبذ ونطلب من الجميع ان يعني يتواصلوا وان يتتبعوا هذه الظاهره الفلكيه العلميه يعني حتى نتعلم يعني الثقافه كحد ادنى من الثقافه يعني. صحيح. ونحن هذا ما نحاول ان نفعله من خلال شاشه برنامج الحياه اليوم. انا كنت يعني مستغرق جدا في النظر فعلا. كنت عايز اسال حضرتك ازاي ايه السبب في اختلاف الالوان، اختلاف الوان القمر او اختلاف الاضاءه والظلال اللي بتبقى نازله على القمر في مراحل الخسوف المختلفه؟ هو طبعا في عده عوامل. اهم هذه العوامل على الاطلاق الضوء المنعكس او بعض الاشعه الحراريه المشتته المنعكسه من سطح القمر والتي تمر مره اخرى من خلال الغلاف الجوي. فالغلاف الجوي طبعا يمرر بعض الاشعه ويمتص بعض الاشعه ويعكس بعض الاشعه. هذا هو السبب في التدرج اللوني او اختلاف الالوان. وطبعا ده بيختلف ايضا من منطقه الى منطقه اخرى، منطقه فيها ملوثات ضوئيه غير منطقه صافيه وهكذا يعني. الدكتور أنس حسن بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا في الحياة اليوم. هذه الصورة وهذا النقل المباشر على الهواء مباشرة من مرصد حلوان بنتابعه مع حضراتكم. هنتابعه طوال هذه الحلقة. هيبقى فيه الخسوف هيكتمل أو هيبقى بشكل كامل الساعة 9:22 دقيقة مساء بتوقيت القاهرة. هيستمر لغاية الساعة 11:03 دقايق زي ما الدكتور أنس حسن كان بيقول لنا دلوقتي. بنتابع مع حضراتكم ظاهرة ننظر إلى السماء بشكل مختلف وننظر لكل هذه الظواهر التي يصر عام 2011 على إذهالنا بها، ولكن
بنحاول بالفعل انه يبقى عندنا نظر مختلف. كان في حوادث سابقه كانت دايما تنتشر المعلومات والخرافات وتقول لنا ما تبصوش في السماء عينيكوا هتتاذي وكان العالم كله يخرج لمتابعه هذه الظواهر ونحن نختفي في البيوت. بنحاول حتى الناس الموجوده في البيوت انهم يتابعوا معانا هذه الظاهره اللي هتفضل مستمره مع متابعتنا لبرنامج الحياه اليوم النهارده. وبعد الفاصل ظاهره اخرى لاول مره في المجتمع الاكاديمي والجامعي المصري، وهو لقاء مع اول عميده منتخبه لكليه اداب جامعه القاهره في الحال يوم بعد الفاصل.